صباح الفل عليكم، وصباح ان في علم موجود في الحياة. يمكن ابتدينا الفترة اللي فاتت كنا بنتكلم على فكرة ان الشركات اللي بتبقى ناجحة هي اللي بتعرف تدير، ويمكن دخلنا بشكل شوية وابتدينا ان احنا نلمس في حاجتين اساسيتين، وهي فكرة ان انا اعرف ادير الموارد البشرية كشركة من ناحية الادارة، وفي نفس الوقت انا كمدير اعرف ادير الناس اللي معايا. يمكن عملنا مجموعة فيديوهات ومكملين فيها للجزء ده، وعملنا مجموعة فيديوهات ومكملين فيها للجزء ده. كمان المجموعة الثالثة اللي هنبتدي ان احنا نضيفها هو انا كفرد لازم ابقى مدرك لشخصيتي ازاي، ومدرك ايه الحاجات اللي ممكن تعطلني في العمل. من اشهر الحاجات اللي مطلوبة مننا ان احنا ناخدها كل يوم في حياتنا بغض النظر عن وظيفتك، حتى لو كنت شخص مسؤول فرد امن، حتى لو كنت حد بتساعد في مساعدة في بيت، حتى لو كنت مجرد عامل بسيط في مصنع او في سوبر ماركت، حتى لو انا كاشير، حتى لو انا بدير شفت او بدير وردية، حتى لو انا ممرضة موجودة في المستشفى، كل واحد مننا حتى لو انا رئيس مجلس ادارة مطلوب مني كل يوم اخد قرارات. كل يوم بنعرف ناخد قرارات في الشغل، ومطلوب مننا ان احنا ناخد قرارات، واذا ما كانش نعرف ناخد قرارات ده بيقلل تقييم الشركة لنا. عشان كده من اهم المهارات اللي لازم البني ادم يكتسبها هو ازاي انه يعرف ياخد قرار. بس من ضمن الحاجات اللي بتخليك تعرف تاخد قرار حاجة في العلم سموها التحيزات او البايسز. التحيزات على قد ما هي حلوة على قد ما هي تبقى نقمة وتقف في ضدك. عملنا سلسلة وحلقة عليها، ما تنساش تتابعوها وتبتدوا تشوفوا ايه انواع التحيزات اللي عندنا كلنا كبشر. مفيش حد ما عندهوش التحيزات دي، عشان تعرف ازاي لو انت عندك نوع منها وازاي تقدر تعرف توقفها. صباح الفل، صباح ان احنا نعرف نطور من نفسنا، وان لو طبقنا العلم في الحياة الدنيا هتبقى اسهل. صباح الفل عليكم.